بعد سأل قال نحن الآن ندعو إلى عدم الاختلاط الرجال بالنساء، وندعو إلى عزل في الجامعات وفي المؤسسات، ولكن عائشة تظهر بين الرجال لتحارب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا ينكر عليها، وهذا من ازدواجية المعايير. يعني هم يقولون الآن فيما يسمى العربية السعودية أنه يحرم على المرأة أن تركب السيارة، تقود السيارة يعني. طيب عائشة مو قادت سيارة يا قوم، عائشة بجملها قادت جيشا عرمرما ومشت وسوت لك ميليشة وراحت وذبحت اللي أكو اللي ماكو. عجيب أنه ما ينكرون على عائشة ذلك، وبالفعل كان يختلط بها. يعني أصلا كان موجود هذا حتى في اقرأوا في كتاب الفاحشة، نقلت أنا رواياتهم أنه أولا عائشة كانت تركب الجمل متبرجة، ثم كان الرجال يطوفون بها. تعرف شنو معنى الرجال يطوفون بها؟ يعني هالشكل يأخذونها ويمشون وراها وإلى آخره. ثم كانوا يتبركون ببعر جملها، يعني هذا الخرق أجلكم الله الذي يخرج من دبر البعير، يأخذونه يتمسحون به يتبركون به يشمونه ويقولون ريح بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. هذا طبعا هم على فتوى الوهابية لازم يصيرون يعني مشركين، لأنه يتبركون بالخرق. الآن أنت الشيعي يجيك الوهابي يقول لك أنت أصلا مشرك، ليش؟ يقول ليش تتبرك بالتربة الحسينية؟ إن هذا إلا تراب. نعم. هو شنو هذا؟ تراب يشنع عليك ويصارخ. أنت شلون الشكل تسوي؟ أنت من كل عقلك هذا تراب، هذا أنت تتبرك به. الله أكبر. زين، لماذا لم تنظروا إلى أسلافكم وصحابتكم؟ كانوا يتبركون مو تراب عائشة وإنما جمل عائشة. وأنا ذات مرة ذكرت أنه هذا شوف من شدة الافتتان كان بعائشة، أنه كانوا يتبركون بخرء جملها، فإذا حصلوا على خرئها ماذا يصنعون؟ تخيل أنت بعد. فهذه مشكلة، أنهم هم ينكرون على غيرهم، ولكن إذا كان من عائشة هي تتبرج، هي تخالط الرجال، هي تفعل كذا وكذا، لا، عندهم هذا مباح وهذا جائز. الآن في البحرين هاي المأساة بالله عليك التي تجري، هذا الحرب الإبادة العائشية الحقيقية الآن في البحرين، يعني حقيقة منهج عائشة يعني نراه الآن يتجسد في البحرين ويتشكل أمامنا. حرب إبادة طائفية للشيعة. ماذا صنعوا بهذه الأخت الطالبة الجامعية التي وقفت في دوار اللؤلؤة؟ يمكن اسمها آيات القرمزي يمكن. نعم. سمحت شيخ، ما دام انك ما اقطع كلامك بالخير، ما دام ذكرت البحرين، جاتنا اتصالات من البحرين يقول سماحة الشيخ يدعو لأهل البحرين. أنا دائم الدعاء لهم، أسأل الله تعالى أنه يفرج عنهم وينصرهم ويرشدهم، حتى الله تبارك وتعالى يجعل البركة فيما يصنعون ويزاح هذا الهم عنهم ويسقط هؤلاء الظالمون إن شاء الله. أنا حقيقة دائما أدعو لهم، وأحيانا في قنوت الصلاة أدعو على آل خليفة بالاسم، ويعرف الإخوة لما يصلون ورائي في هذا الأمر. على أي حال، هذه الأخت الكريمة اللي أظن اسمها آيات القرمزي، وهي طالبة جامعية، قامت ووقفت، يعني كل جريمة أنها وقفت في دوار اللؤلؤة ونظمت أحسنتم، يعني قالت شعرا ضد هذا، خلفوه هذا المومياء الذي يحكم البحرين، خليفة بن هذا، لا خليفة رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان. فماذا صنعوا بها؟ إلى الآن أنا يعني الأخبار التي وصلتني أنها مغيبة، ما يعرفون. الله العالم، الله العالم ماذا صنعوا. وهي طالبة، وكل هذا فقط جريمتها، لا أنه هذا تعدي على ولي الأمر وهذا إلى آخره. طيب عائشة مو فقط قالت شعرا في أمير المؤمنين عليه السلام، مو مثلا قامت مجرد وقفت مثلا في مكان ما وقالت كلمة ضد علي صلوات الله عليه، لا، وإنما قادت جيشا ضد ولي أمرها أمير المؤمنين عليه السلام، هو ولي الأمر كان آنذاك. لما تبررون لها؟ هذه آيات القرمزي ما سوت لها ميليشيا وجيش وراحت على قصر هذا خليفة وأزاحته مثلا، ولا سوت شيء من هذا القبيل. عائشة لا، راحت جيشت جيوش، فعلت
أصلا وضعت جائزة نقدية لمن يأتيها برأس علي بن أبي طالب، جائزة 1000 دينار جعلت. نعم، والحسن والحسين. والحسن والحسين عليهم السلام، يعني شيء يعني فوق التصور. مع ذلك ما يقول لك أنه لا، هذه كانت تقوم بالفتنة وتتعدى على ولاة الأمر. زي علي يعني مو ولي الأمر عندكم. فشوف الكيل بمكيالين والتناقضات التي عند هؤلاء القوم. اسمح ناخذ اتصال بس من الأخ علي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ ياسر؟ أهلا ومرحبا، بارك الله فيك. شو أخبارك؟ طيب الحمد لله، بوركتم إن شاء الله. بس أنا حبيت إني توضح الكلام اللي أنت قاعد تقوله هذا، يعني أبي المراجع اللي أخذتها منها. أي كلام؟ إنه كم الصحابة يتبركون في بعض الجمل. لا بس إن شاء الله موجود. إذا عثرت عليه الآن في الكتاب أطلع لك، بس إذا إن شاء الله. لا، والشيء الثاني يا طويل العمر والسلامة، نعم، بخصوص هجوم اللي تقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كسروا ظل فاطمة وذبحوها وأسقطوا جنين بطنها. الحسين رضي الله عنه وأرضاه رجع مع عقيدة ينتقم له، يعني مو قادر ينتقم لأمه رضي الله عنها، فأعتقد إنه الكلام مو صحيح. أحسنت ومشكور على سؤالك الأخ علي. إخوان كم اتصال، إذا كم اتصال حتى أطلع للأخ هذه اي نعم. أوكي، ناخذ اتصال من الأخ عز الدين من السويد. السلام عليكم. أحسنت. الحين ناخذ الأجوبة. الحين ممكن قبل ما أنسى، هذا الأخ اللي سأل اللي اتصل يمكن من نجد أو الحجاز، البكري، إيه حول أنه الرواية أنه كانوا يتبركون بعر جمل عائشة. نعم. إيه، خلي سجل عندك يا أخانا الكريم إذا تسمع هذه المصادر وانظر. المصدر الأول تاريخ الطبري الجزء الثالث الصفحة 530. الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث الصفحة 247. امتاع الأسماع للمقريزي الجزء الثالث عشر الصفحة 245. الفتوح لابن أعثم الجزء الثاني الصفحة 481 يروون هذه الرواية عن أبي البختر الطائي قال: أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل، قبيلتا ضبة والأزد أطافتا بعائشة يوم الجمل، وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. هسه أنت قد تقول تعتذر، تقول هذا كان تصرف الجهلة، عائشة فوق الجمل، وهذا الجمل أجلكم الله من ذلك الطرف يخرج فضلاته، وهؤلاء يأتون ويشمونه ويتبركون هكذا ويقدسون هذا الخرء، هذا خرء الجمل. ولكن الإشكال الذي يتوجه إلى عائشة أنه لو لم تكن مقتنعة بهذا الذي يجري وكانت ترى فيه شركا كما يرى مثلا الوهابية وأشباههم من أنه التبرك بالأشياء اللي من هذا القبيل، خصوصا شيء خسيس مثل هذا يعد من الشرك حسب نظرهم، فلماذا لم تنكر عليهم وقد كانوا يطوفون بها؟ يعني تراهم هي، مو أنه القضية هكذا. فيا أخي إن شاء الله الله عز وجل يهدينا. خطرت أكثر من واحد. إي الله حتى